سنة 1919 يقرر روبرت بالشكل ده انه يلعب اكتر النقلات المجنونة ويروح واكل البدء اللي موجود في دي 4. ليه نقلة الفيل الموجود في دي 4 نقلة بريليانت بالشكل ده؟ بسبب ان ده فيل ببلاش، تقدر تاكله بثلاث قطع، تقدر تاكله عن طريق الحصان، تقدر تاكله عن طريق الفيل، تقدر تاكله عن طريق الروك، وانت هنا مش حاميه غير عن طريق الحصان اللي موجود في الاف 3. واللاعب الاسود جري ورا الفيل وراح اكل فيل بفيل، رد عليه اللاعب الابيض وراح اكل بالحصان، بعد كده الاسود راح اكل الحصان بالروك. انت هنا تقول لي ايه هدف دلوقتي التضحيه؟ هدف التضحيه ان اللاعب الابيض يقدر يكسب بتشيك ميت، فاللاعب الابيض يكمل بتاني نقله بريليانت ليه ويروح واكل البدء الموجود في البي 7 ويضحي بالوزير. اللاعب الاسود هنا قدامه حاجتين يقدر يعمله، قدامه ان هو يتحرك بالملك او ان هو ياكل الوزير اللي ببلاش، ولو اتحرك بالملك فهو يخسر بتشيك ميت اسرع. علشان هرد عليك واروح لاعب الروك بتاعي في الاي 8 تشيك على الملك. انت هنا تقدر تتحرك بالملك بتاعك في الدي 7 وساعتها تخسر بتشيك ميت. تقول لي هنا انا ليه اصلا اتحرك بالملك بتاعي في الدي 8؟ انا اروح واكل الوزير الموجود في البي 7، وده اللي حصل في الجيم. فرد عليه روبرت وراح لاعب الروك بتاعه في البي 1 تشيك على الملك. اللاعب الاسود راح متحرك بالملك بتاعه في السي 8، بعد كده روبرت راح مكمل وراح واكل الحصان الموجود في السي 6. وهنا انا بهددك ان انا اكسب تشيك ميت في نقله واحده بس بعد ما العب الروك بتاعي في الايت. ازاي تقدر تمنع ده؟ ما تقدرش. اللاعب الاسود جرب اخر تريكه معاه وقرر انه يلعب الوزير بتاعه في الاس 3. الهدف اللي انت لو اكلت الوزير الموجود في الاس 3 ساعتها اقدر اتحرك بالملك بتاعي في الدي 8، وبعد كده لما تديني تشيك اروح متحرك بالملك بتاعي في الاي 7. وهنا اللاعب الاسود اي نعم بيخسر قطع كتير في الشكل ده بس ما بيخسرش بالتشيك ميت، وده الهدف بتاعه. بس اللاعب الابيض هنا عاوز يكسب التشيك ميت، فاللاعب الابيض كمل بالثالث نقله بريليانت وراح مضحي بالروك بتاعه وراح لعبه في البي 8. اللاعب الاسود هنا ما عندوش اي مكان يقدر يتحرك فيه، فهو مجبر انه ياكل الروك، وبعد كده الابيض راح اكل الوزير الموجود في الاس 3. وهنا قرر اللاعب الاسود انه يستسلم بسبب ان هو بيخسر بالتشيك ميت في نقله واحده بس بعد ما نلعب الروك بتاعنا في الايت. حتى انت لو اتحركت هنا ساعتها تخسر بالتشيك ميت عشان الملك ما يقدرش يتحرك هنا بسبب الفيل.